حابب تبدأ في مجال الdata analysis أو تحليل البيانات؟ جربت كورسات كتير بس ما حسيتش باستفادة حقيقية. حابب تبدأ career جديد أو تطور في الcareer اللي أنت شغال فيه حاليًا؟ حاسس إنك مشتت؟ جبنا لك الحل معانا دبلومة تحليل البيانات الكاملة باستخدام الExcel. أنا اسمي أحمد محرم، دربت أكتر من 500 مدرب سواء كان في مبادرات حكومية زي مبادرة رواد مصر الرقمية أو تبع شركات زي شركة هشام طلعت مصطفى. كمان معايا ماستر في البيزنس اناليتكس من سينز ماليزيا يونيفرسيتي، وإن شاء الله هكون معاكم في الدبلومة الكاملة لتحليل البيانات. أهم المهارات اللي حاليا الشركات بتدور عليها بشكل كبير مش إن حد يكون بيعرف يشتغل على سوفت وير بس، لأ، أهم حاجة بالنسبة لها إن حد يكون عنده mindset قوية، حد يكون عقلية قوية، حد يكون بيadd value في الشركة. طيب هتadd value إزاي؟ هل عن طريق إنك تعرف software بس أو بتشتغل على software بس إنك أنت بتاخد data take and drop؟ لأ، إن يكون عندك عقلية قوية. عشان كده إحنا في أول chapter في الدبلومة اسمه chapter world of data. خلال الchapter ده إحنا بنعرف يعني إيه data أصلًا، بنبدأ نفرق بين الdata والinformation والwisdom، إزاي ناخد قرار بناءً على الdata، إزاي تسأل السؤال الصح عشان السؤال الصح هو بيوصّلك للإجابة الصحيحة. وإن شاء الله هيكون chapter قوي جدًا. بعد ما بدأنا في تكوين عقلية محلل في chapter 1 بنبدأ بعد كده نشتغل على الExcel. الExcel من أهم البرامج اللي حاليًا لغاية دلوقتي أغلب الشركات بتشتغل عليه. طيب هنتعرف خلال chapter 2 على الExcel. حتى لو أول مرة تفتح برنامج الExcel ولا يهمك، إحنا هنتعرف من البداية خالص. هنفتح واجهة البرنامج الinterface وبعد كده إزاي تعمل data entry وإزاي تستخدم الدوال الأساسية. خلال chapter 3 هنركز أكتر على الدوال المهمة ليك كمحلل بيانات، سواء كانت logical function أو lookup function. كمان هنتعلم إزاي تعمل conditional calculations. لو سألت أي data analyst هيقول لك إن أغلب وقته بيقضيه في الdata cleaning، إنه بيشتغل على ضبط وتجهيز البيانات. عشان كده خلال المرحلة دي هنتعلم الأداة الجبارة جدًا هي الpower query. هنعرف إزاي نتعامل مع كل المشاكل اللي موجودة في البيانات، سواء كان عندنا duplicated، سواء كان عندنا error، سواء كان عندنا أي مشكلة، إزاي هنقدر نهندلها بالpower query. بعد ما خلصنا الdata cleaning محتاجين نبدأ في مرحلة الanalysis. وأكيد مش هنلاقي أفضل من الpivot table. هي أداة قوية جدًا هتساعدنا نعمل dynamic summary reports وإزاي نقدر نعمل filtration باستخدام السلايزرز. بعد ما خلصنا الاناليسز وخلصنا الكليننج محتاجين نظهر الشغل اللي احنا عملناه كله، فعشان كده بنعمل حاجة اسمها داشبورد. الداشبورد دي بتظهر كل الشغل اللي احنا وصلنا له، بنقدر نعمل من خلالها ستوري تيلينج أو نشرح كل الحلول أو كل الحاجات اللي إحنا قدرنا نوصل لها. خلال الشابتر ده نتعلم إزاي نعمل داشبورد، إزاي نعمل ستوري تيلينج، وكمان نختار الشارت المناسب عشان نقدر نظهر بيه شغلنا. وكمان هنتعلم تول تانية مهمة جدا اسمها البيفت شارتس. كمان لو حابين نعمل forecasting في الأكسل موفر لينا مجموعة من الأدوات المهمة جدا اللي هي what if analysis. دي أدوات بتساعدنا نبني موديل ومن خلاله نقدر نعمل data driven forecast بحيث إن احنا نقدر نتوقع النتائج المستقبلية. في الشابتر اللي بعد كده هنتعلم تول أداة مهمة جدا اللي هي الباور بيفوت، وكمان دي هي أداة هتساعدنا نبني موديل قوي جدا. كمان هتساعدنا إن احنا نحسب ال KPIs أو نكتب الداكس، وده هيكون شابتر مهم لينا جدا عشان نقدر نبني موديل قوي. بعد ما خلصنا الشابترز الدبلومة وخلصنا الأساسيات لغاية ما احترفنا البرنامج بنبدأ نطبق كل اللي احنا اتعلمناه خلال الدبلومة على مشروع التخرج. مشروع التخرج بيكون فيه أكتر من فيلد على حسب المجال اللي حضرتك عايز تطبق عليه كل اللي احنا اتعلمناه. خلال كل شابتر بيكون فيه assignments مختلفة، كمان بيكون فيه quizzes عشان تقدر تقيس تقدم مستواك، وكمان بيكون فيه مشاريع حقيقية بتساعدك تبدأ وكمان تبني بورتفوليو قوية. ده مش مجرد كورس عادي، دي رحلة هنبدأها سوا.